لبست له التايجر واغلى المجوهرات عندها وبقت على سنجة 10، وعزمته تحت بيت امها علشان تغيظها وتقول لها شوفي اهو جبته بفستان زي بتاعك واكلته لبناني. وصوت ضحكتهم كان جايب اخر المكان، واللي حصل ما بينهم مفاجاه ومش هتصدقوا رد فعل هيفاء وهبي لما شافتهم مع بعض. الكلام هنا عن كواليس العشاء السري اللي جمع زينب فياض بنت هيفاء وهبي واحمد ابو هشيمه. يا ترى ايه كواليس علاقتهم وايه حكايه سفرهم المالديفز؟ يلا نعرف الحكايه كامله في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للاخر. زينب فياض بنت هيفاء وهبي عملت اللي ما كانش يخطر على البال، ولا حد كان يتوقع في يوم ان زعلها من امها وبعدها عنها يخليها تعمل كده مع جوز امها السابق احمد ابو هشيمه. حقيقي يا جماعه لما تعرفوا اللي حصل ما بين زينب وابو هشيمه مخك هيقف لثواني ويقول طب ازاي؟ طب وجالها قلب تعمل كده؟ اللي حصل ان زينب فياض بنت هيفاء وهبي طلعت على علاقه برجل الاعمال احمد ابو هشيمه اللي كان جوز هيفاء وهبي، وكانوا واخدين بعض عن قصه حب كبيره قوي. زينب عزمت احمد ابو هشيمه في بيروت، كلمته وقالت له لازم نتعشى مع بعض. طبعا هو ما رفضش، بالعكس رحب جدا بالعشاء ده. بنت هيفاء وهبي اشترت فستان تايجر مخصوص عشان تقابله بيه لانها عارفه انه بيحب التايجر، وامها جابته بالتايجر. وما اقولكوش بقى على المجوهرات اللي لبستها، كانت من اغلى وافخم المجوهرات في العالم كله. من الاخر كده زينب لبست كل حاجه براند، وكانت تقول للقمر قوم وانا اقعد مكانك زي ما بيقولوا. كل اللي قلته ده كان عادي جدا، انما بقى اللي مش عادي خالص هو انها عزمته على العشاء في المطعم اللي تحت بيت امها. ايوه هيفاء وهبي ساكنه في الدور الرابع فوق المطعم ده. وقابلت زينب فياض ابو هشيمه في المطعم واختارت له الاكل على ذوقها. ابوها قال لها اختاري انت بقى ناكل ايه، فقالت له تقبرني عيونك، واختارت له اغلى واشهر الاكل اللبناني اللي موجود في المطعم. وبيقولوا ان صوت ضحكهم كان جايب اخر المطعم، والكل كان مستغرب ومصدوم لما شافوهم مع بعض، اللي هو ازاي جالها قلب تعمل كده مع جوز امها؟ ده حتى ما يصحش. طبعا هيفاء وهبي وصلها تليفون فورا من المطعم وقالوا لها بنتك زينب وابو هشيمه بيتعشوا هنا مع بعض. هيفاء استغربت وقالت له انت بتقول ايه؟ طب بص كده يمكن مش زينب بنتي. قال لها لا. قفلت وهي زعلانه ومصدومه، بس ما حاولتش تبين انها اتضايقت لانها عارفه ان بنتها عملت كده عشان تغيظها. المفاجاه بقى ان بعد ما اتسرب خبر العشاء السري اللي جمع زينب وابو هشيمه، طلعت اخبار كتير من مصادر لبنانيه وقالوا انه مش على قد العشاء وبس، كمان زينب وابو هشيمه رايحين جايين مع بعض من المالديف لبيروت. كمان حطت ايموشن التايجر في البايو عندها على انستجرام، ونزلت صور ليها بالفستان التايجر، اللي هو شكلها بتقول للناس ايوه اللي بتفكروا فيه صح. وعلشان كده جمهور هيفاء وهبي زعلان قوي من زينب فياض وبيهاجموها وبيقولوا مهما كان دي برضو امك وما كانش ينفع انك تعملي كده. زينب لحد دلوقتي ما ردتش خالص على الاخبار دي ولا حتى علقت عليها باي حاجه. الصراحه يا جماعه احنا مش عارفين ايه الحقيقه في الموضوع ده، يمكن يكون ابو هشيمه وزينب اتقابلوا صدفه مثلا، او مثلا ابو هشيمه كان عند هيفاء ولقى زينب في المطعم. فعموما هيبان. قولوا لي بقى انتوا تفتكروا ايه شكل العلاقه اللي ما بينهم؟